والله يعني عشان تعرف شغله ضحى. انا هذا الشعور اللي انت فيه حاليا انا حاسس فيه. انت كثير متوتر اكيد صح؟ هسا كوني ريلاكس، اسحبي نفس. اوكي بنروح على المطار. توقفي طبيعي. نفكر كيفاش باش نسلم. كيف تسلمي؟ هسا هو بيجي، انا خايف يجيكي برقص. يا اخوان والله انا بحب الانبساط والضحك والفرفشه، فانا متاكد جو كنيت راح يكون من جوي، فانا كثير متحمس. راح نقضيها فعاليات وروحات وطلعات وشغلات حلوه. طبعا الشيء الحلو انه جاي هو 10 ساعات تعبان، يعني مش فكر في الافلام، مش رح يجي يرقص يعني هسه هو تعبان. اوكي ركزي معي ضحى، بيجي هسه هو تمام. اول ما يجي يفوت بيجي، انت ايش سلم عليه هيك كيفك كنيتا، انت هيك يعني لا مش تصيري تعيطي. معلش مش اوكي اول ما تسلمي عليه. طبعا يا اخوان انا حزنان بشغله انه اليوم رح نقضيها على الاشاره. إشارة شو؟ نحكي على الإشارة اليوم، على السنابات راح تكون بدون صوت. هو بيعمل هيك واحنا بنعمل هيك اوكي جوعان بدك اكل. قلت لي نحكي اسبانيش وعندي لغة. بس انت بتحكي اسباني؟ انت قلت لي نحكي عامل لغة. لا مو بيعرف، مو امير. طبعا انا جبت مترجم، جبت مو ريوسنا توك باش نحكوا نفهموا الطفل. بس الروح بروح التوتر خلاص. عندي مترجم. عندك مترجم؟ تليفون. حنقد. بس حبايبي ركزوا معنا بالاستريات عشان تترجموا لنا وتحكوا لنا شو نعمل. يعني بتعرفوا شغله يا جماعه الخير، شعور حلو انه شعور حلو انه لما يجتمعوا الاصدقاء مع بعض. شعور حلو انه انت وكنيت حتجتمعوا مع بعض. اي فهم فيك. انا هاي اللقطه يعني والله جد. هاي الشغلات الالتقاء بالاصدقاء بشكل عام، يعني الاصدقاء يلتقوا مع بعض. انا انس هم متابعين ومطور اجانب راح يقولوا حلو استقبلوا ابن بلدنا بشي كلاس واستقبلناه استقبال حلو وراح يشوفوا الاجانب انه احنا حاطين ولدهم في العز لهنا. احنا العرب مش شويه هيبه احنا مالا دي صورتنا احنا نحب نوريوها. بناخذ بنستقبله، بناخذه من المطار، بنعطيه ورد، بعدين بنروح بنعزمه على العشاء. ونشربوا مي. يا اخوان تعرفوا شو اللي بحبه بحياة ضحى؟ مغامرات، اكشن. اكشن يعني ضحى مش انسان عادي بقعد بالدار بينام بيصحى، لا مغامرات اكشن. سفر طيارات، استقبالات، شرطة، سجن، محكمة. يعني ضحى مش انسان عادي، انسان خطير على المجتمع. يعني كل يوم لازم يكون في مكان، مرة بالاردن، مرة بتونس، مرة مرة بامريكا، مرة نايمة بالسجن. والله حياتك حلوه يا ضحى والله. جد نيال اولاد ضحى راح ينبسطوا كثير بحياتهم، راح تضلها ضحى تجيبهم تقول لهم يما انا روح. لما نحكي لاولادي شو الكلمه اللي بدك تنصحيها لبنتك المستقبليه؟ بعدي على انس الشايب. متأكدة على انس الشايب؟ لا جد نصيحة لبنتك المستقبلية ضحى. والله نصيحتي لبنتي، يلا كملي ضحى، اعطي نصيحة لبنتك المستقبلية. نزل كان يتبعت لي رسالة. ركز على السواقة من شان الله ضحى. بعد يا اخوان كنيت بعت رسالة لضحى انه نزل. يا جماعة الخير يكتب قاعد يكتب شو كتب؟ قال لي نزلت. قال لك نزل؟ اوكي يا جماعة الخير، للي بيتابعنا على السناب ومش فاهم شو القصة، ضحى من فترة طويلة عندها أصدقاء من البرازيل، والأول أمريكا اللاتينية، من أمريكا اللاتينية، وصار لهم أنت صار لك صداقة معهم 6 أشهر؟ 3. صار لنا صداقة معهم 3 أشهر، بس 3 أشهر كل يوم يعني بيحكوا مع بعض على اللايفات وهيك، فاليوم رح يجتمعوا مع بعض. وشعور حلو انه احنا عرب وهم يعني من اخر الدنيا. يعني ضحى بتورجي ثقافاتنا. منك ضحى
يعني بتخلي الامريكا اللاتينيه تعرفنا، فاهمين علي؟ فصار اصدقاء من امريكا اللاتينيه، الحين نقابل اصدقائنا. ضحى بدنا نرفع راسك، بدنا ناخذهم على كل الاماكن اللي في دبي، بدنا نعمل كل الفعاليات، بدنا نولع الدنيا ان شاء الله. تمام؟ جاهزه انت؟ يلا يا ضحى، اوتفت حركات وأوعى جديده. بصراحه يا اخوان اوتفت ضحى بصراحه 10 من 10. وانا سنه في الحقيقه زي السوشيال ميديا. لا يا اخوان ضحى الحقيقه احلى والله بدون كيف نعرفك صريح. يا اخوان بدي اقول لكم شغله، ضحى يعني انا بعتبرها زي امي يعني. لا يا اخوان انا ضحى كثير بعزها، يعني ضحى خط احمر، جد خط احمر. اللبس تبعيتك 10 من 10 والله 10 من 10. اخوان ملاحظه، ضحى على الواقع احلى من المواقع، عشان يكون عندكم علم، يعني عشان هاي رساله ترجموها لامريكا اللاتينيه. الحلو بضحى انه لبست اليوم بحق الله لبسيتها، يعني الحجاب لونه بني، البلوزه بني، البنطلون بني. قال لك الموعد الاول لازم يكون الوان فاتحه. يعني بكره بتلبسي احمر. اول يوم ابيض، ثاني يوم احمر، اوكي اول يوم بكره اسود. بس انا والله كان بدي انت تلبسي اسود، لونه اسود زي المافيا. علي خايف يخاف. شو لا ما بنخوف. تعرفش شو صار؟ باش تعرف انه هو مش متعود على السفر. مش ركب من امريكا للبرازيل، من البرازيل لامريكا، رن علي في البرازيل قال لي يا ضحى سرقوا لي حقايبي، شو اعمل؟ يا ودي قلت له حقايب، قلت له هو كم عمره كنيتا؟ والله ما بعرف انا، كنت تسال تو تجي كله كم عمره. اخوان راح البني ادم راح انفض ونفض، بدنا نعرف كل شيء عنه، نعرف كل تفاصيل حياته. راح اجنن، راح اخليه بكره يهرب من دبي. بس لا يا اخوان جد اللي بدي اقول لكم اياه انه يعني السفرة هاي جد حيكون في كثير فعاليات حلوة وهيك. انا ليش بنبسط لما ضحى بتيجي دبي؟ بتحمسني معها، لانه ضحى دائما حماس، دائما نشاط، عندها انرجي. ف الله يستر، هينا قربنا نوصل. والله وصلنا وصلنا. نحب نشوف احلامي طايرة وتزني مني طايرة. بعد علي انس، بعد علي الريب شدني الضحك معاك، اختاني عاد شد سحابك، مو خلي مو بحثي مو